أسعد الله مساكم مشاهدينا الأفاضل بكل خير وأهلا بكم في برنامج أعرف نجمك. هذا البرنامج يجيكم كل يوم عبر قناة النهار ونستضيف فيه نجم من نجوم الجزائر. اليوم معنا نجم رياضي كبير غني عن التعريف. معنا محمود قندوز. مرحبا بك محمود. شكرا خالد ونشكرك لأنكم صنفتوني مع النجوم. تواضع. الله يسلمك. وانا اصلا بصراحه ما كنتش نجم، كنت يعني لاعب لي كل يوم في الفرق، يعني في الجبهه. هو واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية. محمود قندوز هذا الاسم الذي أعطى الكثير كلاعب ولا زال كمحلل وناقد. فمن أراد النجاح ما عليه سوى تطبيق نصائح قندوز. القندوز باش يفوز بالطعام ما يصير معجوز، من طع شيخ ويضحى محروز واللي عصاه هذاك مدلال. انتوما ما تحبوش الصح ولازم المشاهدين كاع يعرفوا باللي ما يحبوش الصح. ما تحبوش الصح انتوما ما تحبوش الصح. ما تحبوش الصح. لا يا مشاهدين او كسروا لنا الاستوديو وما يحبوش الصح. وانا كي كسروا الاستوديو راح نبقى ما يعرفوش الصح. ما يحبوش الصح. ما يحبوش الصح. يعني احنا ماذا بينا نعرفوا كيفاش حتى بدا محمود قندوز المشوار تاعو. لكن على بالنا باللي محمود قندوز بدا في سينيور، ما بداش في المينيم ولا في القادي ولا في جينيور. انا بديت يعني كرة القدم صغير، ولكن رسميا بديت في حوالي 25 سنه وين بديت نلعب. وكنت نروح لاتحاد الحراش انا وزوج صحابي، كل يعني موسم نروحوا نجربوا ولكن ما يشوفوش فيا مليح، يعني كل يطردوني. التسجيل تاع الحلقة تاع اليوم بدا والسي قندوز ادخل دايق خاطره وحكى حكايات حتى نعسنا ياسين وإسلام. هيا نسمعوا واش راح يقول، بالك راهم غالطين فيه. زمان في الكارتي يعني نلعبوا من 8 تاع الصباح حتى وهذيك بحد ذاتها كانت تكوين وحنا ما كناش عارفين. يعني تلعب بالسبعة تاع الصباح حتى 12 تاع الليل. 7 ل 12 تاع الليل؟ شوية سي قندوز. تلعب بالسبعة تاع الصباح حتى 12 تاع الليل. ياسين إسلام عندكم الحق، رقدوا. احنا حابين نعرفوا كيفاش محمود قندوز وصل للمنتخب الوطني. اسلام خليني انا نبوزيو لك كيسيون باش تبان انت لانيمال. فاهم؟ خليني انا نهضر ومن بعد نورمال خلي لي داير. استغفر الله ما دير قدر ما والو. انا لانيماتور خليني انا نهضر مع السيد. معليش انا عبالي بلي خاطيني شويه فوت مي يعني عندي لي. لا ما انا نعرف. انا ما تعيطش برك يا خويا. معليش خليني انا نسقسي. سي بون. شخصية كيفاش حتى بين اليوم المشاكل بين إسلام وياسين بداو على البكري والقندوز ما راهو فاهم والو. يعني كيفاش كانت ردة فعل محمود قندوز كي يعيطوا له ليكيب ناسيونال؟ يعني كيفاش تلقيت اول دعوه للمنتخب الوطني المره الاولى اللي لقاتك الدعوه للمنتخب الوطني؟ كيفاش كان الاحساس ديالك؟ على بالنا بصير باسكو حياتك كاع لو بيوت ديالك سيتي ليكيب ناسيونال المنتخب الوطني اهلك. كيفاش كانت ردة الفعل ديالك؟ لا هو بعد ما بديت يعني في عمي محمود بصح انا بوزيت لك لا كيسيون ما ريبونديتيش ولا تريبوندي له. خلينا كيسيون خليني انا بوزي لا كيسيون محمد. سبحان الله. اليوم ياسين اللي راهو رايح يتقمص دور الصحفي القبيح باش يخرج لنا القندوز من رحمة ربي. كون يعطوك الفرصة تلعب معاك كاش ايكيب دركا ما من تلعب. يعني لو مثلا مازالني صغير ونلعب يعني مازالك صغير انت محمود قندوز على كل حال. هكذاك هذيك هي ليكيب اللي حاب تلعب معاها. مش عارف هذا راه مباشر ولا ماشي مباشر. مسجل يعني شنو نسجلوا قلنا برك ليكيب اللي حاب تلعب معاها. كيفاش نلعب معاها؟ ندربهم ولا نلعب معاهم؟ تلعب معاهم محمود. السيد عنده اكثر من 30 سنه اللي يعبس البالون. تضحك عليا؟ الاسئله ما شافك شي حاجه اللي محيرتني. انت راك تعيط عليا الاسئله. يضحك غير عيط تضحك علي على الاسئله اللي انا نبوزيهم
وانت الاسئله ديالك السيد الله يبارك ولا مدرب اونطرينا حكم هادو على بالي ليكيب بهم. ناسيونال أنا قلت له، أنا حبيت نقول حكم له. فرق في لبنان في لانه فلسطين. حاليا الجيل الافضل بكثير من السابقين، بدليل انه راحوا للدور الثاني من المونديال، وانتم راكم بعد بزاف عن الجيل الحالي. صح هادو لو كان ما لعبوها لهمش يروحوا للدوزيام تور. ما هو رد محمود قندوز؟ تدافع عليه؟ بيان سور ندافع عليه باسكو انت راك غلط. يقدر يدافع على روحه. شكرا راهو يدافع على روحه. هما لو كان ما لعبوها لهمش علاش يجوزوا ندافع للدوزيام تور. يعني يجوزوا المحكمه ندافع على روحي. دقيقه يعني يجوزوا ندافع على للدوزيام تور هما يا راجل. تفضل راك تهمتني بشيء ولا ندافع على نفسي؟ تفضل محمود. ما كانش فرق بين الاجيال. احنا رحنا لكاس العالم والجيل هذا راحوا للدور الثاني، ممكن الجيل القادم يروح مش عارف نصف النهائي، لا. وهذا اللي خلقوا هذا يعني نقدروا نقولوا انه الجيل الحالي افضل افضل من الجيل السابق. لا احنا ما قلناش العكس، افضل وافضل. لكن احنا المشكل تاعنا هو قلنا اللاعبين منا فريق من محلي. كيشوفوا اللاعبين تاع المستوى خلينا نهضروا محمد، خلينا نهضروا. خلينا نكملوا محمود خلينا نكملوا محمود. يا محمود خلينا نكملوا، علاش راك دير هذا؟ اسكت علينا. صحافي يتكلم بهذا التاريخ انت. محمود خلينا نكملوا يرحم بابك، خلينا وقيل سي قندوز عنده الروح الرياضية وما يتقلقش كاع بسلامته. انا مش عارف الحصه هذه اللي مش منهاجي، انت مش منهاجي. لكن مش منهاجي تتكلم. لكنكم ما تحبوش الصح محمود، ما تحبوش الصح. ما تحبوا واحد اللي غير اللي يقول لكم راكم بيان راكم لا، ما تحبوش الصح. مورينيو، زيدان، محمود قندوز، سي با لا ميم شوز. احترم روحك راني نقول لك، فهمت؟ احترم روحك. انا محترمك محمود، وانا على بالي شكون بالك بعته. محمود قندوز انا مانيش مبعوث، انا محترم نفسي. احترمنا نتايا وما تنحيش الميكرو محمود قندوز. خليني انا نهضر الله يسر. تعرف تهدر نتايا، تعرف تهدر. ما يحبوش الحقيقه مشاهدينا الكرام، هادو ما يحبوش الحقيقه، هادو ما يحبوا نكذبوا عليهم، هادو ما يحبوا نكذبوا عليهم مشاهدينا الكرام. ما يحبوش الحقيقه، ما يحبوش واحد يقول الصح، يحبوا واحد اللي يضرب لهم الشتاء وهما راهم دايرين كلير، راهم يدوا في دراهم الشعب، راهم يدوا في دراهم الدوله، راهم يدوا في حقوقكم. لازم تنوضوا يا شعب، لازم تنوضوا. ما يحبوش الصح هما، ما يحبوش واحد يقول لهم فوالا واش كاين فوالا واش كاين، لازم غير اللي يقول لهم راكم ما تحبوش الصح انتوما. مشاهدينا هادو ما يحبوش الصح، ما تحبوش الصح، ما تحبوش الصح انتوما، ما تحبوش الصح، ولازم المشاهدين كاع يعرفوا باللي ما يحبوش الصح، ما يحبوش الصح، ما تحبوش الصح انتوما، ما تحبوش الصح. ما يحبوش الصح مشاهدينا، مازال نقول فيها ونبقى نقول فيها حتى نموت، وندافع على العالم الجزائري، وندافع على الجزائر، وندافع على المنتخب الجزائري. ما تحبوش الصح، واحد ما بعث لي، انتوما ما تحبوش الصح، ما تحبوش الصح، ما تحبوش الصح، ما تحبوش الصح. مشاهدينا او كسروا لنا الاستوديو وما يحبوش الصح، وانا كون كيكسر الاستوديو راح نبقى نقول ما يعرفنيش اللي هادو ما يسموش الصح. انت راك كومبليس معاه. مشاهدينا يا ياسين هذا واش الاستوديو راح السي قندوز ولا يخاف ياسين مسكين دلو الرعب. حبيت نقول لك يا محمود قندوز بلي راك شارك في الكاميرا المخفيه. هما تاع دوكا خير من تاع لا لا باسكو سا سيرتان مومون يعني قال الكلام اللي كنت ندافع عليه انا، هذه تاع لي جينيراسيون تاع مي هو تخلى قلت انا يصير والله سيرتان قلت ايميسيون كيما هذه يعني زوج صحفيين مش متفاهمين يعني على الموضوع، على بعد قلت ممكن حبوا يعني يسامبليفي وحبوا ممكن يخرجوا من العادات، ولكن حتى هذيك تاع الجيل وهذوك احسن منكم يعني كاين الناس اللي كانوا يتكلموا على هذا امنت يعني مع الاخر لما شفتك انت يا سيدي عمرك ثوره سي با بوسيبل هذا واش حاب، وتما حسيت انك بعثوك يعني الناس اللي حرش اللي كنا مثلا نتكلموا عليهم. والله بالتوفيق ان شاء الله ورمضان كريم لكم وكل الجزائريين، وسامحني اذا خسرت لكم ولا يعني برك انيس رحماني اذا يسمح لي برك كسرت له الاستوديو وهذه يعني سامحنا انت تاكليتو هذاك. السي قندوز اسمح لنا بزاف
انت طاكليت لنا استوديو وياسين ماركا لك ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة. صحة فطوركم ان شاء الله رمضان كريم. المشاهدين كاع يعرفوا باللي ما يحبوش الصح.